تعالي بقى نشوف وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة واقتصادية 100%. وصفة اقتصادية لأننا مش هنستخدم فيها لا بيض ولا لبن ولا زبدة ولا سمنة، لكن النتيجة مبهرة فعلا. احفظيها الوصفة دي ضروري للأعياد، وكمان هتنفعك جدا في دخلة المدارس. هتبقى منقذ ليكي على الفطار أو على العشاء جنب كوباية لبن أو كوباية شاي. هتدعيلي. يلا بينا نشوف مكوناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخلاط كوباية من السكر الناعم، كوباية إلا ربع من المية، كيس من الفانيليا ضربناهم كويس جدا في الخلاط. وفي بولة هننزل ب3 كوبايات من الدقيق المنخول، وهننزل عليهم بكوباية من الزيت. الكوباية اللي بنعاير بيها كل المكونات. هنغلف الدقيق بالزيت كويس جدا، وننزل بكيس كامل من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، ورشة خفيفة من الملح. هنقلب المكونات، وبعد كده هننزل بالمواد السائلة بتاعتنا اللي ضربناها في الخلاط. هنقلب المواد السايلة بتاعتنا، هتلاقي المكونات بتاعتك ناعمة أو سايلة قوي، هتحسي إن أنت محتاجة دقيق. إحنا محضرين كمان كوبايتين من الدقيق، هننزل بيهم حبة حبة لحد ما العجينة بتاعتنا تلم. تمام. مش محتاجين ننزل بالكوبايتين على طول، لأن طبعا دايما إحنا عارفين إن الدقيق بيختلف من نوع للتاني، فممكن تحتاجي معلقة زيادة أو تقللي معلقة. فمش هنتعب لما ننزل بالدقيق حبة حبة لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. هنوصل دلوقتي ونشوف شكل العجينة في النهاية. عجينة ما بتلزقش في ايدك قبل للتشكيل. تمام. وهنبدأ بقى نشكل، وفي الوقت دوت نسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة متوسطة، لأن احنا هنسوي على طول، لأن مفيش خميرة، فالعملية سهلة جدا. بنبرم كده قطعة من العجين، قطعة على قد الليمونة الصغيرة، بنبرمها على ايدينا، وبعدين بنبططها بصابعنا زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بننزل فيها بالسمسم بتاعنا. السمسم سواء كان ابيض او محمص مفيش اي مشكلة. صينيتنا مش محتاجين ندهنها باي حاجة. الشكل التاني بنكورها كورة صغيرة برضو قد الليمونة الصغيرة، وبعدين بتفرديها على ايدك رقيقة برضو، لكن مش رقيقة قوي، وبتحطيها في الصينية وتنزلي طبعا في السمسم ما تنسيش. ولو انتي حسيتي ان هي عالية شوية او قبة، ممكن تبططيها وهي في الصينية زي ما انت شايفة كده، لان احنا محتاجين تبقى زي بسكوت الافران كده، مبطط ومقرمش وجميل. هندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الشبكة. لما تاخد لون من تحت هنولع الشواية من فوق، تاخد اللون من فوق، وبالهنا والشفا. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لايك وكومنت بقى لو استفدتي بأي معلومة ولو بسيطة. جربي الوصفة هتنبهري بيه فيها فعليا، لأن مكوناتها بسيطة والنتيجة جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم كلكم. أشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.